السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهله وأصحابه أجمعين. ازيكم يا حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة إن شاء الله كده جاي لكم في فيديو جديد، فيديو جدا جدا. طبعا هنقول ايه؟ عملنا ايه الجمال ده؟ عملنا بيه ايه؟ الجلاش. عملنا حاجة جميلة جدا جدا زي ما انتم شايفين كده، حاجة طبعا كلنا بنحبها، الكبار والصغار وطبعا الأطفال بيفرحوا بيها جدا. هنعمل كب كيك بالجلاش، حاجة في منتهى الجمال. طبعا خليكم كده معانا لاخر الفيديو، ما تنسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس كده عشان يوصلكوا كل جديد من انا وبناتي. هنا طبعا كنت بقى ايه، بنوريكم كده المقادير. طبعا هنسمي الله وهنصلي على الرسول كده ونخش على الطريقه كده مع بعض على طول. معايا لفه من الجلاش، معايا كوبايه من الحليب، كوبايه من السكر، ربع كوبايه من الزيت، معلقه من الزبده، حبيتين بيض، معايا كيس بيكنج باودر وكيس فانيليا، وطبعا معايا برتقانه عصرها يعني عصير برتقان. تمام. وطبعا لفة الجلاش زي ما انتم شايفين كده. طبعا هشتغل على الكبة. طبعا اي حاجة عندك ان شاء الله تستخدميها، انا استخدمت بصراحة الكبة. هحط فيها كل حاجة ان شاء الله كده وهنشتغل مع بعض وهقول لكم هنعمل ايه كده. وطلع معانا ما شاء الله اللهم بارك الجلاش كيك كده، حاجة يعني كب كيك في منتهى الجمال. قطعته بالطريقة كده، يعني بطريقة عشوائية كده، يعني أي حاجة تقطعيه وفي الكبة أو في الخلاط المتاح عندك اشتغلي عليه. تمام. أنا قطعته زي ما انتم شايفين كده، تقطيع كده كبير صغير مش مشكلة، هو كده كده ايه، احنا ايه هنضربه كله ايه في قلب الكبة. هنزل طبعا بكوباية الحليب، حليب طبعا دافي بحرارة المطبخ. أي حاجة هنعمل بيها كيك أو هنستخدمها في معجنات لازم تبقى بحرارة المطبخ، ما نطلعهاش من التلاجة كده ونستخدمها على طول. وكوباية من السكر، طبعا كوباية السكر وكوباية الحليب بمعيار واحد، يعني كوباية واحدة اللي انتي ايه تحطي بيها ايه المعيار بتاع الكيك او اي حاجة هتعمليها. وحط طبعا معلقة من الزبدة، طبعا زبدة سمنة المتاحة عندك ضيفيه. وحبيتين من البيض، طبعا برضو البيض قبل ما بنعمل اي كيك او اي حاجة بنستخدمها بنعمل بيها يعني بنحط فيها بيض. طبعا من كل لو كان في التلاجة بنطلعه قبلها بايه بحوالي ربع ساعة تلت ساعة بره التلاجة بالشكل ده. حطيت طبعا البيكنج باودر وحطيت ايه الكيس فانيليا. تمام. وهحط ايه معلقة من الخل الابيض كده، معلقة كبيرة. وهنضرب كل ده ايه في الكبة. عايزه اقول لكم كانت في منتهى الجمال. طبعا انا عملت معاكم الكيكه بالجلاش وكانت في منتهى الجمال. النهارده بصراحه يعني عيالي طلبوا بقى مني الكب كيك، فطبعا عملته لهم بصراحه كده عملته لهم بالجلاش وكان في منتهى الجمال. ولا محتاجين دقيق ولا اي حاجه ولا ايه، ولا نحط دقيق كتير ولا قليل، لا هي لفه الجلاش اللهم بارك هتشوفوها معايا عملت معانا ما شاء الله، يعني بسم الله ما شاء الله. حاجه جميله جدا عملت لنا. طبعا معايا هنا ايه كده ضربتها زي ما انتم شايفين، بنعمها خالص يعني بخليها ناعمه خالص زي ما انتم شايفين كده بالشكل ده. شايفين انا كده كنت بوريكم قوامها. لو انتي لفة الجلاش بتاعتك صغيرة مش هتضيفي عصير البرتقال خالص، مش هتضيفيه فيها، يبقى هي كوباية الحليب وحبايتين البيض زي ما شفتوا والسكر وربع كوباية من الزيت. يعني الكوباية اللي احنا هنحط السكر والحليب هنحط بيها ربعها زيت. زي ما انتم شايفين انا بوريكم قوامها كان جميل جدا زي ما انتم شايفين، زي اي كيك بنعمله بالدقيق العادي. طبعا هنا عندي ايه القالب بتاع الكب كيك كده، حطيت فيه ايه اللي هو الورق بتاع الكب كيك ده بالشكل ده شايفين. طبعا بصراحة ما اكدبش عليكم، في ورق بيبقى اغلى من ده شوية، يعني ده بصراحة يعني كان رقيق جدا، ما كانش ماسك نفسه قوي، وكمان يعني ايه عشان برضو محدش يقع الغلطة دي بكلمكم بصراحة. وبقى لما نجيب الورق الكب ده نجيب يعني حاجة يعني نضيفة شوية عن ده بصراحة. كنت سهلة شوية يعني، تخينة شوية تقيلة شوية عشان تبقى ايه يعني ماسكة كده نفسها واحنا بنحط فيها ايه الخليط بتاعنا زي ما انتم شايفين كده. يعني دي حاجة يعني بقول لكم بصراحة، دي اللي انا فعلا هي الحاجة بس اللي كانت معايا بصراحة مضايقاني، هو الورق بتاع الكب كيك بس هو اللي كان مضايقني بصراحة في الموضوع كله، لاني كان رقيق جدا وكان بيتطبق في بعضيه زي ما انتم شايفين بالشكل ده. بس في الاخر بامانه طلعت في منتهى الجمال زي ما شفتها في اول فيديو، برضه هتشوفوها معايا في اخر الفيديو.
طبعا ما شاء الله اللهم بارك، عملتهم وخلصتهم ومليت القالب بتاعنا كله. طبعا فمعايا هنا خليط هنعمله بالكاكاو، حطيت معلقتين من الكاكاو الخام واحط عليهم ايه معلقتين كده من الحليب. طبعا الكوبايه دي كان فيها شويه برضو من الخليط بتاع الكيك، يعني انا حطيت عليها حليب ونزلتها كده ايه على الكوبايه اللي هي الكبيره بالمعلقتين اللي احنا حطيناهم كاكاو. وهحطها عندي ده برضو بدخله الفرن، هحط فيه برضو حطيت معلقه وحطيت دي المعلقه التانية لقيت لونها فاتح فروحت ضايفه معلقه تاني. طبعا لو انت هتجيبي كاكاو اسباني يعني معلقة واحدة كفاية على الكمية دي، انما ده مش بصراحة مش كاكاو اسباني فكان لونه فاتح شوية فروحت ضايفه له كمان معلقة. هحطه بقى ايه هصبها على طول كده زي ما انتم شايفين اهو، بقلبها الاول. طبعا حطيت لها شوية من الحليب عشان ايه الكاكاو بيعمل يعني بينشف العجينة شوية، فحطيت لها شوية من الحليب عشان كده. طبعا ودهنت كده ايه القالب بتاعنا بالزيت كده، دهنته مادة من الزيت وهصفي الزيت اللي فيه وهرجعه تاني برضو، مش عايزة فيه زيت خالص، انا عايزة بس ايه ان هي تبقى مدهونة بس. وهفضي زي ما انتم شايفين. طبعا عندي الفرن كان شغال قبل ما بنحط، زي ما قلت في كذا فيديو بعمل فيه كيكات، قبل ما بنحط الكيك في الفرن بيكون الفرن قبليها شغال ب10 دقايق. هنا كنت بوريكم اللهم بارك زي ما انتم شايفين عمل معايا 12 واحدة كب كيك وعمل معايا ايه القالب ده. حطيته طبعا على الفرن، بصوا ما شاء الله اللهم بارك، شايفين طبعا يعني هي بتتكلم عن نفسها مش محتاجة اي كلام بصراحة، جميلة جدا جدا. طبعا حطيتها شغلت الفرن على حرارة 180 وولعته من تحت. طبعا زي ما قلت بندخلها على فرن يكون ساخن سابق التسخين وعلى حرارة عالية. وبعد كده ايه اول ما بدخلها بقى بحطها في الرف اللي في النص، وزي ما انتم شايفين اللهم بارك مش محتاجه والله ما شغلت عليها الشوايه ما شاء الله خدت وش فوق وتحت اللهم بارك، يعني طلعت في منتهى الجمال. وعايزه اقول لكم ما بتقعدش كتير عشان برضو ايه ما حدش ايه، والكيك كمان ما بيحتاجش حد يفتح عليه كتير، يعني بعد ربع ساعه بالظبط تفتحي عليها، يعني بعد ربع ساعه تلت ساعه بصراحه. هي بتعوق شويه اللي هي بالجلاش بتعوق شويه بصراحه عن الايه عن الكيك اللي هو بالدقيق. تمام بس بصراحة طلعت زي ما انتم شايفين اللهم بارك. بصوا ده القالب طلع معايا بسم الله ما شاء الله، وده الكب كيك طلع بسم الله ما شاء الله مرتفع وجميل جدا ولونه في منتهى الجمال. بتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله تعجبكم جدا جدا. حاجة جميلة وحاجة تفرحوا بيها اولادكم. يا رب يكون الفيديو عجبكم وبحبكم في الله جدا جدا يا احلى اخوات في الدنيا. وما تنسوناش طبعا باللايك والاشتراك تفعلوا الجرس كده عشان يوصلكم كل جديد من انا وبناتي. وما تنسوناش طبعا بدعوة حلوة من قلوبكم وعايزين كده تشدوا حيلكم معانا. هنا طبعا كنت بوريها لكم، بصوا ما شاء الله عاملة زي السفنجة ما شاء الله هشة ومن جواها مفرغة جدا. وطبعا انتوا عارفين ان احنا عاملينها بجلاش، يعني بسم الله ما شاء الله حاجة فعلا منتهى الجمال، حاجة جميلة وبتمنى ان انتوا تجربوها ان شاء الله تعجبكم جدا. وزي ما قلت لكم ان انا عملتها قبل كده في صينية اللي هي برضو بالجلاش وطلعت معايا بسم الله ما شاء الله كانت مرتفعة جدا جدا. بحبكم طبعا في الله يا احلى اخوات في الدنيا. واي حد عايز اي حاجه يكتب لي في التعليقات واحنا مكملين مع بعض انا وبناتي ان شاء الله. اشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد. متنسوناش باللايك والاشتراك وتفعلوا الجرس. مع الف سلامه، بحبكم في الله جدا.